راح تبدا الامراض اللي كانت في القرون الوسطى تنتشر في الجزائر بالشكل هذا. راهي جميع الافات جميع الامراض انتشرت، راهو كارثه اجتماعيه، كارثه بكل المقاييس. هذا بلا ما نحكيو الامراض اللي درك هي عندها ارتباط ايضا بالفقر والحاله الاجتماعيه الكارثيه اللي يعيشها الفرد الجزائري. مرض السيده صار ينتشر بشكل رهيب جدا في الجزائر، لانه ما كانش حملات تاع توعيه، لانه زادت للاسف الدعاره في الجزائر بحكم الظروف الاجتماعيه الكارثيه، بحكم الوضع تاع البلاد. بلا ما نتكلموا درك على الامراض هذه اللي تنتقل بسبب الاوساخ في الشوارع وغير ذلك، ما تقدروش نكملوا بهذه الطريقه. راهي البلاد هذه صارت مضحكه. قال لك بلد لما حنا ولاو يسميونا بلد السيده كي نحكيو على الكوارث هذه. وراني قلت لك هذا سي ان بروبليم دو سونتي بوبليك، قضيه تاع صحه عامه هذه. راهو عادي انك تتكلم فيها، راهو ما يجيش كامل الغالب. درك حنا البلاد هذه راهي مزبله في كل المجالات. على واش راح تحكي واش راح تخلي؟ مرضى السرطان مطايشين، المستشفيات كارثيه. بعد هذا كل ما شفنا، انت تقول التلفزيون العمومي راهم يحكيو على الظروف تاع المواطن، راهم ينقلوا في ما يحدث في الولايات، راهم يتكلموا على ظروف الجزائريين. لا ها واش راهو يحكي التلفزيون العمومي مراكش على انها جنة السياحة الجنسية. اصلا نقرا لكم التلفزيون العمومي على واش راهو يتكلم. السياحة الجنسية، اسمع مليح، السياحة الجنسية تساهم في اقتصاد المغرب حسب تقرير أوروبي، وقال لك في المغرب أصبح بلدا للسياحة الجنسية. التلفزيون العمومي الجزائري. لما نقول لكم أنا بأنه تربية بيوت الرذيلة، النظام الجزائري أنصاره وإعلامه تربية بيوت الرذيلة، كيفاش تروح تضرب فيها او الشعب كامل؟ لو ما قالكش، قال لك السياحه الجنسيه تساهم، المغرب اصبح بلدا للسياحه الجنسيه، يعني المغرب كامل. واش انت واش راك تتكلم على السياحه الجنسيه؟ حنا يا اخي ما كانش سياحه. مرض السيده روح شوف، راهم كوارث، راهم الناس اللي يدقوا في ناقوس الخطر واحد ما راهو يسمع. تسمع نفس البلد اللي دعمنا وقت الثوره التحريريه، كان اكبر سند لينا وقت الثوره التحريريه، ترد البلد كامل، الشعب المغربي كامل. من بعد يقول لك راهم يسبونا، راهم يطيحوا فينا. الماء ما كانش، طوابير، بلد مزبله وضحوكه في كل المجالات. الموضوع اللي راك تتكلم عليه في التلفزيون العمومي ما خلطتش انا كي نقول تربيه بيوت الرذيله. تسمى يضلوا يبكيو، حقرونا، ظلمونا، يسبوا فينا، يطيحونا. انتوما كش ما خليتوا صاحبي. قلت لك اذا كان بيتك من زجاج لا ترمي الناس بالحجاره. لكن تحكي الفضائح الاخلاقيه، نحكي لك انايا رانا نبداو نخوضوا في المجال هذا، قسما بالله نضحكوا الناس علينا.